في عالم تاني السحر فيه هو كل حاجة، لكن العلم ملهوش وجود. وفي اللحظة اللي بتفقد فيها الدكتورة حياتها بتصحى في جسم بنت غريبة، والناس اللي حواليها بيعيشوا على الوصفات الشعبية والخرافات، ومحدش يعرف يعني ايه طب او علاج حقيقي. ومع اول مريض بتنقذه كل الناس بتتحول، كلهم بيتصدموا ازاي بنت من غير عصاية ولا تعويذة تقدر تعالج كده. يا ترى هي ساحرة قوية ولا وراها سر أعظم بكتير؟ دي رحلة دكتورة من عالمنا في أرض ما فيهاش غير السحر. يا ترى هتقدر تنقذ الأرواح ولا العالم ده هيتحول ضدها؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو انتوا لسه جداد، ولو انتوا كملتوا أول 10 دقايق من الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، ويا ريت في الآخر تقولوا لنا رأيكم فيه بكل صراحة. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ حلقتنا في الطيارة مع بنت جميلة اسمها أوي، وبيظهر طفل صغير بيوقع المنديل بتاعه على الأرض، فبتلعبه أوي بحركة طفولية جدا وبتنده عليه وبتديله المنديل. وبعد كده أوي بتشوف المنيو بتاع الطيارة وبتلاقي فيها أصناف كتيرة وشكلها لذيذ جدا، وبتقول لنفسها إن هم غاليين جدا ومش هتقدر تشتريهم، والأحسن إنها تستنى لما تنزل من الطيارة وتاكل أكل على قد الفلوس اللي معاها. وبتفكر شوية بس بترجع تقول إنها هتشتري اللي هي عاوزاه. وفجأة بيحصل انفجار كبير في الطيارة وبتضطرر الطيارة جدا، وبتسمع أوي صوت الطيار بيقول إنهم مش هينفع يكملوا رحلتهم ولازم يهبطوا في أسرع وقت، وكمان هيكون هبوط اضطراري. بس كل محركات الطيارة بتنفجر وبتقع بيهم بسرعة جدا، وبتكون أوي خايفة ومرعوبة انها تموت هنا، وبتخاف اكتر من صوت سويت الناس اللي حواليها، وبتقول لنفسها انها كانت عايزة تحافظ على حياتها الجديدة على قد ما تقدر من غير اي ندم، وتنقذ اكبر عدد ممكن من الناس. بنرجع بالزمن فلاش باك لورا وبنشوف حياة أوي كدكتورة مشهورة جدا، من الاخر كده اشطر جراحة في البلد ويمكن في العالم كله كمان، وانها انقذت حياة ناس كتير كانوا فاكرين ان هم خلاص هيموتوا. واخر عملية عملتها كانت لمريض حالته سيئة جدا ومحدش من الدكاترة قدر انه يتعامل معاه. بس لحسن الحظ بتوصل أوي في اخر لحظة وبتسأل الدكتور زميلها المريض ده محتاج ايه بالضبط، فبيقول لها ان هم محتاجين يفتحوا بطنه ويوقفوا النزيف في الاول. وبتقول لهم أوي ان هم لازم ينقذوا المريض ده مهما كلفهم الامر، وبتنجح أوي في العملية وبينقلوا المريض بعد ما كانوا فاكرين انه هيموت خلاص. وبعد العملية بتروح لها صاحبتها وبتفضل تهزر معاها وبتقول لها انها اشتهرت في المستشفى باسم ملكة الجراحين، وبتعزمها صاحبتها على الغدا كهدية ليها، وبتقول لها انها هتجيب معاها دكتورة صغيرة معجبة بيها جدا ونفسها تقابلها. بتوافق أوي على طول على طلبها، وبيخلص اليوم في المستشفى وبتنزل أوي مع صاحبتها، وبتقول لها صاحبتها انها دكتورة ممتازة جدا ولحد دلوقتي ما فشلتش في اي جراحة دخلتها، وكتير من الدكاترة نفسهم يكونوا زيها. بيروحوا الاتنين للمطعم، واول ما بتشوفها الدكتورة الصغيرة دي بتنبهر بيها جدا وما بتكونش مصدقة انها قاعدة قدام ملكة الجراحة، وبتفضل تتصور فيها مليون صورة وبتحط صورتها خلفية لتليفونها. وبتقول صاحبة أوي انها ممكن تستغل الموضوع ده وتبيع الصور للدكتورة كمصدر الهام ليهم وتكسب منهم فلوس قد كده. وبتضربها أوي بهزار وبتقول لها تسكت خالص وتبطل افكارها الغريبه دي. والدكتوره الصغيره اللي قدامها بتقول لها انها بتتمنى انها تضربها هي كمان. بتستغرب أوي منها وبتقول لها تهدى شويه، فبترد عليها البنت وبتقول لها انها فعلا بتحبها جدا وواخداها قدوه ليها في كل حاجه. بيجي لهم المنيو وبيشوفوا هيطلبوا ايه، وبتكون أوي بتحب الحلويات جدا فبتطلب الحلويات بتاعتها. وأوي بتقول لهم انها ملهاش في الشرب ولا التدخين ولا الحاجات دي وعايزه تحافظ على حياتها المره دي بالذات. فبتستغرب البنت وبتقول لها يعني ايه المره دي بالذات، فبتحاول أوي تداري على الموضوع وبتضحك وبتقوم تدخل الحمام، وبتقول لنفسها انها لازم تاخد بالها من كلامها وتركز اكتر من كده. وهي خارجه بتقابلها البنت اللي شغاله في المطعم وبتوقفها وبتقول لها انها مش مصدقه انها قابلتها تاني، وبتشكرها لان هي اللي انقذت امها وعملت لها العمليه وكانت خطيره جدا، وكل الدكاتره اللي كانوا قبلها قالوا ان مستحيل تعيش تاني، لكن هي الوحيده اللي ادت لهم امل وقدرت تنقذها فعلا.
وبتقول لها البنت ان مامتها دلوقتي بقت احسن بكتير وصحتها رجعت تاني زي الاول، وبتشكرها البنت لاخر مرة وبتسيبها وبتمشي. وبتفرح اوي جدا بكلام البنت وبتفتكر حياتها السابقة لما كان اسمها ليز وما كانش في حد بيحبها في البلد كلها، وكانوا عايزين يقتلوها ويخلصوا منها وشايفين انها شريرة جدا وبيحكموا عليها بالاعدام. وبترجع اوي الواقع وبتقول لنفسها انها لازم تنسى حياتها القاسية دي، واهم حاجة انها بدأت من جديد كشخصية تانية خالص. وبترجع اوي لاصحابها وبيخرجوا من المطعم وبتقول لهم انها لازم تروح علشان مسافرة لألمانيا وعندها جراحة مهمة جدا بكرة. وبتقول لها البنت انها نفسها تكون زيها وتتعرف في العالم كله وتعمل عمليات كتير. وصاحبتها بتقول لها انا متأكدة انك هتنجحي في العملية دي كمان. وبترجع اوي البيت وبتجهز شنطتها وكل حاجتها وبتفتكر حياتها وهي صغيرة لما كان الأطفال دايما بيتنمروا عليها وما كانش عندها أي صحاب، وكل الناس كانوا بيتريقوا عليها علشان ما عندهاش أم ولا أب. لكنها ما استسلمتش أبدا وقررت إنها تكفر عن الأخطاء اللي عملتها في حياتها القديمة لما كان اسمها ليز، وبدأت تدرس وتهتم بدراستها أكتر علشان تكفر عن أخطائها وتتخلص من الندم. علشان كده قررت تبقى دكتورة وأنقذت أكبر عدد ممكن من الناس، وبتقرر تكمل حياتها على نفس الشكل. تاني يوم بتروح اوي المطار وبيكلمها دكتور من هناك وبيقول لها انهم معتمدين عليها هنا والمريض ده هي امله الوحيد. وهي في طريقها للطيارة بتفتكر اهلها من حياتها القديمة وان هما كانوا دايما كويسين معاها رغم طبيعتها ورغم كره اهل البلد ليها، وبتتمنى لو كانوا موجودين ويشوفوا الانجازات اللي عملتها. وبتركب اوي الطيارة وبتكون متحمسة جدا، لكن للاسف ما تعرفش ان دي هيكون اخر يوم ليها في حياتها كاوي. وبتقع الطيارة في الارض وبتتدمر، وبعد شوية اوي بتفوق وبتلاقي نفسها لسه عايشة وبتبص حواليها وبتلاقي كل حاجة مدمرة وكل الناس اللي حواليها فاقدين الوعي تماما. وبتقول لنفسها انها مش عايزة تندم على حاجة تاني، وبتقوم على طول وبتجيب الشنطة بتاعتها وبتعالج الناس اللي في الطيارة وبتنقذ اكبر عدد ممكن. وبتلاقي في واحد فيهم حالته خطيرة جدا ومحتاج عملية، وبتقرر انها تعمل له العملية بالادوات اللي موجودة قدامها وبتقدر فعلا انها تنقذه. واخيرا بتلاقي طيارة تانية جت ومعاهم فريق الانقاذ، لكن للاسف بيكون الوقت اتأخر وجرحها عمال بيزيد وبتفضل تنزف، لكن بتكون مبسوطة ان كل اللي انقذتهم هيعيشوا وهي الوحيدة اللي ما بتقدرش تستحمل وبتموت على طول. واخر حاجة بتفتكرها هي اهلها وبتتمنى تشوفهم تاني. وبتعدي الايام وبترجع اوي للحياة من تاني لكن في شخصية مختلفة، وبتتصدم اول لما بتصحى من النوم وبتلاقي بومة غريبة في وشها، وبتفضل تشبه على المكان اللي هي فيه لحد ما بتدخل عليها المساعدة بتاعتها وبتنادي عليها باسم ليز. صدمتها بتزيد لما بتتأكد انها رجعت لجسم ليز مرة تانية، وبتقول لها المساعدة ماري ان كلهم مستنيينها علشان الوليمة. فبتجري ليز عليها وبتسأل على ابوها وامها واخواتها، وبتستغرب ماري منها وبتقول لها ان كلهم مستنيينها تحت. فبتجري ليز وبتنزل علشان تقابلهم، وبتفضل تفكر ازاي ده حصل وازاي ترجع لنفس الحياة مرة تانية. وبتنبسط اول لما بتشوفهم كلهم تاني وان حلمها تحقق اخيرا وشافت اهلها مرة تانية، لكن اهلها بيستغربوا من تصرفاتها علشان بتعيط من غير سبب. وبيقوم اخوها كريس وبيحضنها وبيقول لها انتي هتبقي عروسة بعد كام يوم وما ينفعش تكوني زعلانة كده. ولسه ليز هتتكلم عن موضوع الخطوبة ده بيقول لها ابوها ان هو اتكلم مع الامبراطور خلاص واعلنوا خطوبتها على ولي العهد اللي بيكون اسمه ليندن، وكل حاجة هتمشي زي ما هم عايزين بالظبط. فبيعترض اخوها التاني رين لوالدهم انت شايف فعلا ان ليندن ده مناسب لاختنا ليز؟ وبيبقى مش مقتنع خالص ومش موافق على الخطوبة دي. بتنبسط ليز ان في حد في صفها رغم ان اخوها ساعات بيكون قاسي عليها، لكن على طول بيكون رأيه الصح. وبتقول لنفسها انها تسببت في مشاكل كتير جدا في حياتها القديمة ولازم تضمن انها مش هتعمل نفس الاخطاء الغبية دي تاني، ولازم تجمع معلومات على قد ما تقدر. وبتفتكر كل حاجة حصلت في حياتها القديمة وبترجع اوضتها وبتكتب كل اللي فاكراها من حياتها القديمة. واول حاجة بتكتبها ان اخوها الكبير كريس مات في حملة كوسف، ومرات ابوها ايميلي
ماتت بسبب مرض مجهول، وبسبب حماية ليز اتعدم أبوها وأخوها، وبتتأثر ليز جدا لما بتفتكر كل ده، لكن بتضطر تكمل كتابة وبتكتب إن قوات الحملة ماتوا كلهم بسبب المرض المجهول ده، وحتى الإمبراطور فينيت مات بسبب مرض تاني مزمن. وبعد الحرب انتشرت الأمراض وناس كتير جدا ماتوا، وبلاد كتيرة بعيدة اتأثروا برضه بسبب الأمراض. وعلشان الطب عندهم مش متطور زي ما كان في حياتها كاوي، فكل المشاكل والكوارث اللي حصلت في المملكة كانت بسبب المرض. وبتدخل عليها ماري وبتكون عملت ليها الحلويات اللي بتحبها، وبتشكرها ماري عليها، وبتبسط ماري جدا، وبتقول لها انها ما كانتش متخيله انها تشكرها وتكلمها حلو كده. ده بتحس ليز بالذنب وبتفتكر شخصيتها القديمه، وانها دايما كانت متكبره وبتعامل المساعدين بطريقه وحشه جدا، ودايما بتزعق لهم. وكمان بعد ما اتجوزت ليندن وبقى هو الملك، طريقتها بقت أسوأ وكل الناس بيشتكوا منها. وبعد 10 سنين بس محدش يستحملها وحكموا عليها بالإعدام. أما في الوقت الحاضر ماري بتوقع الشاي على الأرض من غير قصد، وبينكسر الفنجان فبتعور إيديها، فبتعرض عليها ليز المساعدة وبتبقى عايزة تعالجها، بس ماري بتقولها ما تتعبش نفسها وإنها هتبقى كويسة لوحدها. وبتقول لها ليز تعمل إيه بالظبط علشان الجرح يختفي في أسرع وقت. وبتقرر ليز إنها تبقى دكتورة في العالم ده كمان، وتساعد الناس وتنقذهم وتمنع الكوارث اللي حصلت قبل كده واللي كانت اتسببت في موتهم. وبتقرر تغير نهايتها ونهاية المملكة كلها. تاني يوم بتجهز ليز وبتلبس فستان جميل جدا، وبتروح مع ابوها للامبراطور فينت، وبتكون ليز بتحبه جدا ومتعلقة بيه جدا. وطبعا كل ده من حياتها القديمة، وموته اكتر حاجة اثرت فيها، لان محدش قدر ينقذه ولا عرفوا ايه المرض اللي عنده اصلا. وده بيشجعها اكتر على هدفها، وانها تبقى دكتورة زي اوي وتفيد المملكة بخبراتها الكبيرة اللي اكتسبتها. بيحس فينت انها متغيرة شوية، وبيقول لها انها فيها حاجة غريبة، وبيتدخل الحارس وبيقول لهم انها اكيد بس متوترة بما ان الاحتفال قرب. فبيقول لها فينت ان هو متحمس انها تكون الامبراطورة الجديدة للمملكة. فبتتوتر ليز وبتقول لهم ان في حاجة مهمة عايزة تكلمهم فيها، لكن قبل ما تقول اي حاجة بيظهر الامير ليندن وبيقعد جنبها وبيتجنبها زي ما كان بيعمل دايما. لكن ليز بتكون معجبة بيه جدا من زمان، وكان هدفها الوحيد في حياتها القديمة انها تتجوزه، لكنه دايما كان بارد معاها، وكان بيقولها ان هو اتجوزها بس علشان ينفذ اوامر ابوه. بتفتكر ليز كل حاجه وبتقول لنفسها انها كانت غبيه جدا زمان. وبيجيب ليندن سيره الحمله الجايه، وبتكون دي الحمله اللي دمرت المملكه كلها. وليز بتكون عارفه ان الحمله دي هتفشل في الاخر، وكل الاحداث دي هتتكرر تاني، ونتيجه للحمله دي اخوها كريس هيموت. وبيلاحظ فينت انها بتفكر في حاجه وسرحانه جدا، وبيقول لها تقول اللي بتفكر فيه على طول. وبتتردد ليز جدا تقول لهم ولا لا، وبتقول لنفسها انها لو قالت حاجه من اللي هتحصل قدامها هيشكوا فيها، وتدخل نفسها في تساؤلات كتير جدا. لكن بتفتكر اخوها اللي مات في الحمله، وبتقرر انها تحاول تحذرهم من الحمله دي وتخليهم يلغوها من غير ما يشكوا في اي حاجه. وبتقول لهم ان من رايها يأجلوا الحملة دي، ولازم كمان يخلوا بالهم كويس من مملكة مونسيل اللي هتشارك في الحملة دي ويستعدوا لمواجهتها. وبيستغرب الامبراطور وبيشك شوية انها تعرف حاجة، وبيتدخل الحارس وبيقول لها ان مملكة مونسيل ما عندهاش اي سبب علشان تشترك معهم في حرب ضد مملكتهم. فبترد عليه ليز وبتقوله ان عندهم سبب للمشاركة، والسبب قوي كمان، وهو ان حاكم المملكة دي لسه ما اعترفوش بيه كملك، وكده انتهز اي فرصة علشان يثبت لمملكة فوريس ان هو يستحق يكون الملك. واكيد كمان مملكة فوريس يستغلوا الموضوع ويستخدموه ضد مملكتهم. وبيقول لها ليندن ان قوة مملكة مون حوالي 20,000 جندي بس، واكيد مش هيقدروا يعملوا حاجة لمملكته، وما ادهمش اي فرصة انهم يكسبوا الحرب دي حتى لو حاولوا. فبترد عليه ليز وبتقوله ان كلامه صح، لكن ممكن يستغلوا الوضع ويهجموا على المملكة من ناحية الجبال، وساعتها المملكة بتاعتهم هتتحبس لوحدها ومش هيوصل ليهم اي سلاح او اي مؤن للحرب. ولو ده حصل هيقدروا ان هم يقضوا على قوات المملكة
حتى بعددهم القليل. فبيتفاجئ فينت بكلامها والمعلومات اللي عندها عن أحوال البلد كلها وبيفرح جدا، لكن فجأة بيتعب وبتقلق ليز عليه، وبيقول لهم الإمبراطور إنه بقاله فترة بيتعب كتير وبيحس بأعراض غريبة. وبتسأله ليز شوية أسئلة عن الأعراض اللي بيحس بيها، زي إنه بقى ينام كتير وبيحس بالعطش الشديد مهما شرب مية. فبيستغرب فينت جدا إنها تعرف كل الأعراض اللي بيحس بيها من غير ما يتكلم، وطلعت بتعمل نفسها خمنت ده كله، لكنها عارفة كل الأعراض دي من حياتها القديمة. ولما رجعت للحياة في شخصية أوي عرفت إن ده مرض مزمن واسمه السكر، ولازم يتعامل معاه معاملة خاصة جدا. بيسألها فينت عرفت ده كله ازاي، فبتقوله ليز إنها كانت بتقرأ كتاب طب في كل الأعراض اللي بيحس بيها دي، وعرفت إن ده بسبب مرض اسمه السكر. فبيقول لها فينت إن هو لازم يبلغ الدكتور بتاعه بالكلام اللي قالته ده. وبتبص ليز وبتقول لنفسها ان الدكتور بتاعه شاطر جدا واكيد هيقدر يعالجه بعد ما يقوله كل الاعراض الصح، وبكده تكون حلت مسألة الحملة وكمان حلت مسألة مرض فينت. وبيكون فاضل خطوبتها على ليندن، وبتبقى متوترة جدا وبتطلب من الامبراطور فينت انهم يلغوا خطوبتها هي وليندن. وبيتفاجئ ابوها من طلبها وبيعتب عليها وبيقول لها ان الخطوبة دي مش بمزاجهم ولازم يعملوا كده علشان تفضل المملكة والعيلتين موجودين. وبيستغرب فينت وبيقول لها انها كانت بتتمنى تتجوز ليندن، ايه اللي اتغير فجأة كده؟ فبترد عليه ليز وبتقوله ان المملكة مسؤولية كبيرة جدا ولازم الامبراطورة تكون شخصية قوية، وهي ادركت انها مش هتكون قد المسؤولية دي وانها ما عندهاش الخبرة الكافية للمنصب ده. وبتقوم ليز من مكانها وبتنحني قدام الامبراطور وبتطلب منه يسامحها ويتقبل رأيها. فبيقول لها فينت ان اكيد ده مش سببها الوحيد واكيد في سبب تاني يخليها ترفض تكون الملكة. بتتردد ليز شوية وبتقول لها انها كانت عايزة تكون دكتورة. فبيتصدم ابوها، بس فينت بيصدقها وبيعمل معاها اتفاق وانها تدرس الطب وتبقى الدكتورة الرسمية وتثبت لهم ان مستقبلها كدكتورة هيفيد المملكة اكتر من انها تكون الملكة. لكن لو فشلت هتتجوز ليندن غصب وهتكون الامبراطورة المستقبلية للمملكة كلها. وبيقولها ان قدامها 6 شهور بس. بتتردد ليز وبتقول لنفسها ان الرهان ده هيكون صعب عليها جدا، لكن بتوافق في الاخر وبتقبل الرهان. وبيقوم ليز وليندن وبيتمشوا سوا في الجنينة، وبيقول لها ليندن ازاي توافق على رهان صعب زي ده وان الطب صعب جدا وعلشان تبقى دكتورة رسمي عايزة لها سنين مش 6 شهور بس. فبترد عليه ليز وبتقوله انها عارفة ان الامر هيكون صعب عليها جدا لكن مستحيل تستسلم وهتكسب الرهان ده مهما حصل، وان حلمها الوحيد دلوقتي انها تنقذ اكبر عدد ممكن من الناس لحد لما تموت. فبيسكتوا الاتنين شوية وبتتأسف له ليز على كل المشاكل اللي عملتها له من لما كانوا صغيرين، وبسبب انانيتها اجبرته ان هو يرتبط بيها. فبيرد عليها ليندن وبيقول لها انها ما اجبرتوش يرتبط بيها ولا حاجه، وبتتصدم ليز من رده. وبنروح للامبراطور فينت وابو ليز والحارس، وبيقول لهم الحارس ان لو ليز نزلت اي مستشفى من الموجودين في المملكه هتندم جدا على قرارها ومش هتستحمل شغل المستشفى واكيد هتستسلم. فبيرد عليه ابوها وبيوافقوا على كلامه وبيقول لهم ان هم هيبعتوها المستشفى صعبة علشان تعرف غلطها وترجع للامبراطورية من تاني. وبنرجع لليز وليندن وبتبدأ ليز تتأسف له على كل اللي حصل، وما بيردش ليندن على كلامها وبيكون في وردة على شعرها بيشيلها وبيمشي. فبتطمن ليز انها قدرت تاخد قرار تاني وتمشي في طريق تاني عكس طريق ليندن حتى لو كانت لسه بتحبه، وهي وعدت نفسها ان حياتها دي هتكون مختلفة تماما عن حياتها القديمة. بيعدي كام يوم وبتجهز ليز علشان تروح للمستشفى طبعا اللي هتدرس فيها وتتدرب كمان، وبتكون مستشفى لمساعدة الفقراء. وبيقول لها ابوها انها تتدرب مع دكتور اسمه غرهام وانه اصغر دكتور هناك وهيكون فاهمها كويس، وكمان بيقولوا عليه دكتور عبقري. بتنبسط ليز جدا وبتقوله ان اهم حاجة محدش يعرف انها بنته. فبيقول لها ابوها ان هو قال لهم انها تبع الكونت كيت، وبيستغرب انها طلبت منه طلب زي ده وغيرت كمان اسمها الروز. فبتقول له ليز انها عملت كده علشان اكيد لو عرفوا انها بنته هيعاملوها معاملة خاصة،
وهي عايزة تتعامل زي أي حد في المستشفى. فبيستغرب أخوها كريس وبيقول لها إنها هتروح مستشفى لمساعدة الفقراء، يعني ممكن يحصل لها مشاكل كتير جدا، وبيقول لها إن هو كل شوية هيروح يطمن عليها من بعيد لبعيد، وبيقول لها ابوها تبلغه على طول لو حصل معاها اي حاجه. فبتوافق ليز وبتجهز حاجتها وبتروح للمستشفى وبتبدا رحلتها من جديد، وبتقول لنفسها انها لازم تاخد رخصتها كدكتوره رسميه في اقرب وقت ممكن وتكسب الرهان اللي بينها وبين الامبراطور فينت. وبتروح للدكتور غراهام وبيكون قاعد مستنيها، وبتدخل عليه ليز في الميعاد بالظبط وبتعرفه على نفسها باسم روز. وبيقول جراهام لنفسه ان باين عليها من شكلها كده انها بنت غنية، وبيقول لها انها صغيرة جدا على انها تكون اتخرجت من اكاديمية، وبيسألها درست الطب فين. فبترد ليز وبتقول له انها علمت نفسها لوحدها، وبيضحك جراهام عليها بسخرية وبيقول لنفسه ان لو ما كانش ده الطلب الكونت كيت كان زماني طردتها من بدري. وبيفضل يسألها شوية اسئلة عن الطب وبيتفاجئ انها بتجاوبهم كلهم صح، وكمان طريقة كلامها وحركات ايديها بتدل على انها دكتورة عندها خبرة كمان. وبياخدها معاه علشان يشرح لها هتعمل ايه بالظبط، وبيوديها المكان اللي شغلها هيكون فيه، وبيكون عامل زي عنبر المساجين والزبالة مرمية في كل حتة. بيقول لها ان المرضى اللي موجودين كلهم ملهمش حد وحالتهم صعبة جدا، وبيقول لها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعد المرضى، لكن ما تحاولش تعمل اي حاجة من دماغها خالص. وبيهرب جراهام وبيقول لنفسه ان هو حطها في اصعب مكان علشان تستسلم بسرعة وتخرج من المستشفى خالص، واكيد هتقعد كام يوم بس في المكان ده وهتندم على اليوم اللي جات فيه اصلا. فبتروح ليزا وبتعرف نفسها للي شغالين معاها وبتقول لهم انها هتساعدهم في كل حاجة. بعد كده بتبدأ تنظف المكان وبتقول لهم ان طول ما المكان نظيف فده هيقلل من الامراض وكمان عدد الوفيات. وبتنظف ليس المكان كله وبتفضل رايحة جاية لحد ما بتتعب جدا. فبيقرروا اللي شغالين معاها يساعدوها وبينظفوا المكان كله وبيرجعوه كأنه جديد. وبيلاقوا واحد من المرضى تعبان جدا ومش قادر يستحمل الألم، والمساعدين بيقولوا لها ان هو وقع من دور عالي جدا وهو بيصلح السقف. فبتروح ليزو وبتشوفه وبتقول لهم ان هم عالجوه غلط ومن قعدته دي حالته ساءت اكتر، وبتقرر انها تعمل له عملية جراحية. وبيقفوا كلهم مذهولين وبيقللوا منها لكن بيضطروا يساعدوها. وبتنقلوا ليز لأوضة تانية وبتجهز نفسها وكل المعدات اللي محتاجاها، وبتقول لنفسها ان اكيد جراهام هيزعل منها لكن ما بتهتمش بحاجة غير انها تنقذ الشخص ده. بتبدأ فعلا في العملية وبيتفاجئ الاتنين اللي معاها جدا من خبرتها وكأنها دكتورة بقالها 10 سنين، وبتخلص العملية بكل براعة وبيتحسن المريض جدا وبترجعه مكانه وبيشكرها على اللي عملته معاه وانها انقذت حياته. وبيتلموا عليها كل المرضى وبيترجوها تعالجهم. بتنبسط ليز جدا طبعا بالطلب ده وبتطلب من زمايلها يساعدوها في ترتيبهم علشان تعالجهم واحد واحد. وبنروح للامبراطور فينت وبيكون مع الدكتور بتاعه لكن ما بيقدرش ان هو يشخص حالته ويعرف المرض اللي عنده. وبيدخل لندن وبيقول ان هم سمعوا من حد ان المرض ده بيزود السكر في الدم. بيتفاجئ الدكتور وبيسأله مين اللي قال لهم كده، واكيد اللي قال لهم كده دكتور مميز جدا لان محدش يعرف عن المرض ده غير دكاترة قليلين جدا لان المرض ده مش منتشر ولسه ظاهر. لكن بيرفض الحارس ان هو يقول له على الشخص اللي قال لهم، بيقول له ان اهم حاجة دلوقتي يشوف علاج للمرض ده وينقذ الامبراطور. فبيرد عليه الدكتور ان هو هيعمل بحوثات وهيدور على العلاج المناسب ويرجع لهم تاني. وبيمشي الدكتور وبيقول لهم لندن ان كلام ليز كان صح وفعلا مملكة مون بيستعدوا للهجوم من عند الجبال. فبيرد عليه الامبراطور وبيقول ان هم لو ما كانوش عندهم فكرة عن اللي هيحصل ده كانت المملكة كلها هتتدمر، وليز انقذت المملكة كلها. بنرجع تاني للمستشفى وبيروح جراهام علشان يشوفها وبيقول لنفسه انها اكيد ما استحملتش وهربت من المكان، لكن بيتصدم اول لما بيشوف المكان وبيفتكر ان هو دخل اوضة غلط. وبيلاقي ليز نايمة على الكرسي وبيمنعوا المرضى ان هم يصحوها
لها، وبيقولوا له زميلها انها تعبت جدا وخلصت عملية صعبة جدا وفي وقت قصير. وبتصحى ليز من النوم وبتلاقي غرهام في وشها وبيقولها ان هو حذرها ما تعملش اي حاجة من دماغها. وبيروح للمريض اللي عملت له العملية وبيلاقي فعلا حالته اتحسنت جدا، وبيتفاجئ ومش بيكون مصدق انها عملت عملية زي دي لوحدها. فبيضحك غرهام بكل سخرية وبيقول لها وانت فاكرة اني هصدق انك عملتي كل ده لوحدك؟ فبيرد عليه المريض وبيقول له ان فعلا هي اللي عملت العملية لوحدها، وكمان ما حد ساعدها، وعالجت كمان بقية المرضى. وبيقرر جراهام ان هو يختبرها وبياخد مرضى كتير وحالتهم بتكون صعبة جدا، وبيسألها اسئلة كتير عنهم كلهم وبيتفاجئوا انها بتجاوب كل الاسئلة صح. وبيروح جراهام المكتبة وبيكون هيتجنن من كتر التفكير، فازاي قدرت تعمل ده كله لوحدها، وانها كمان ما دخلتش ولا اكاديمية للطب وعلمت نفسها بنفسها. وبتعدي الايام وكل المرضى اللي عالجتهم بقوا كويسين جدا وخرجوا من المستشفى كمان، وان هو نفسه ما قدرش يعمل كل ده وفي ايام قليلة كده، وحتى امهر الدكاترة ما يقدروش يعملوا ده. بيعترف طبعا بالهزيمة قدامها وبيطلب ان هو يتكلم معاها، وبيتأسف لها على طريقته القاسية اللي اتعامل بيها معاها، وبيقول لها انه من هنا ورايح هيشتغلوا مع بعض. وبيروح للامبراطور وبيقول له ليندل ان جالهم خبر من الدكتور بتاعه بيأكد المرض اللي عنده وقريب هيقول له على العلاج. فبيقول له الامبراطور ان ليز ما انقذتش المملكة بس، لا ده كمان انقذت حياته هو كمان. وبيسأل نفسه اذا كان هو صح لما سمح لليز انها تمارس الطب وتبقى دكتورة. وبيؤمر الامبراطور ليندن يروح للقرية اللي فيها المستشفى اللي بتتدرب ليز ويطمن عليها بنفسه ويجيب له كمان اخبارها. وبتروح ليز مع غراهام لمكان الطوارئ وبتفاجئ الدكاترة اللي هناك لما بيشوفوها وبيقولوا عليها انها شكلها من العيال الفافي وممكن يغمى عليها لو شافت دم. وبيقول لهم غراهام انها هنا لازم تكون مستعدة لأي حاجة في أي وقت. وبيأمر جراهام الدكتور هانز انه ياخد ليز في جولة في المكان ويعرفها على كل حاجة. وبياخدها هانز وبيعرفها على كل حاجة في قسم الطوارئ والادوات، طبعا كل الادوات اللي بيستخدموها. وفجأة بتروح لهم واحدة من الممرضات وبتقول لهم ان في حالة خطيرة جدا، فبيروحوا بسرعة للمريض وما بيكونش قادر يتنفس خالص وكمان حالته صعبة جدا. وبيأمر هانز الممرضة تروح بسرعة تطلب الدكتور جراهام، وبتقول ليز لنفسها ان حالته صعبة جدا وممكن يموت في اي لحظة، ولو استنى لحد ما يجي من غير ما يعملوا اي حاجة كده هيموت قبلها على طول. وبتقرر تعالجه وبتجهز نفسها وبتطلب منه السماعة اضافية، وبتجيب لها الممرضة السماعة وبتكشف على المريض وبتعرف سبب حالته بالظبط، وبتطلب منهم الادوات المناسبة وبتبدأ ليز تعالجه على طول. وبينبهر هانز بيها وما بيكونش متخيل انها تطلع بالذكاء ده كله، وبتطلب منه ان هو يساعدها وبتعالج المريض على طول. وفعلا بيرجع لطبيعته وبيقدر ان هو يتنفس عادي. وفعلا بعد ما بتخلص بتتأسف لهانز انها اتصرفت من نفسها، وبتقوله ان هما لو كانوا استنوا دقيقة كمان ما كانوش هيلحقوا وينقذوه. وبيوصل جراهام اخيرا وبيتفاجئ ان المريض بقى كويس، وبيقول له هانز انه اول لما بيوصل ان روز هي اللي عالجته لوحدها، وبتشرح لهم روز اللي استنتجته من حالة المريض، وبتسمع الممرضات وهي ماشية وهم بيشكروا فيها. وبيقول هانز لزمايله انها فعلا جميلة وذكية وبيعرض عليها يعزمها في المهرجان اللي هيعملوه. وبنعرف ان هانز اعجب بيها بسبب جمالها، بس مهاراتها لفتت انتباهه اكتر حتى من جمالها. وفي الوقت ده بتكون روز مع الدكتورة جراهام وبتشكره ان ادالها فرصة، وبتدخل عليهم الممرضة وبتقول ان في مريض في حالة خطيرة جدا ولازم حد يبص عليه. وبيروح جراهام يفهم اهل المريض ان الرصاصة عبرت الطحال بتاعه وصعب ينقذوه. وبيتصدم الشخص اللي بيبقى مع المريض وبيوريله سلسلة من ذهب عليها شعار المملكة بتاعتهم على امل انه ينقذوه، ويبقى المريض حاسس انه خلاص هيموت ومفيش امل. وبتوصل روز وبتقول انهم هيبذلوا جهدهم علشان ينقذوه، وبتصدم جراهام من كلامها. وفي الوقت ده بيكون ليندن في طريقه للمستشفى اللي روز بتتدرب فيها زي ما والده قال له،
وبيستغرب المساعد انه عاوز يروح للمستشفى وبيقول له ان شكله تعبان فعلا، بس الكوابيس اللي بتجيله بيعرض عليه يكشف في مستشفى تريزا اللي روز بتشتغل فيها. فبيرد عليه ليندون انه هياخد الدواء اللي الدكتور كتبه وهيبقى كويس، وبينزل للقرية وبيمشي وسط الناس مع المساعد بتاعه لحد لما بيوصل لطريق مظلم بس هيوصلهم للمستشفى بسرعة، وبيطلع عليهم حرامي بسكينة. فبيطلع المساعد ريندل سلاحه علشان يدافع عن ليندون وبيضرب الحرامي عليهم رصاص. وفي المستشفى بيتفاجئ ليندون لما بيشوفها قدامه وبيحاول جراهام يفهمها ان الموضوع مش سهل، بس هي بتكون مصممة على قرارها وبتقوله انهم لازم يستأصلوا الطحال وهيربطوا الأوعية الدموية وبكده يقدروا يوقفوا النزيف. وبتطلب روز انها هي اللي تقوم بالعملية دي لوحدها، وبيستغرب جراهام من طلبها جدا وبيسألها ليندون لو في امل تنقذ المساعد بتاعه، فبتأكد له روز انها تقدر تعمل كده. وبيقول جراهام ان كل المساعدين مشغولين ومحدش فاضي، فبيتطوع ليندون انه يساعد ويبقى هو كمان عنده خبرة بسيطة من الحروب اللي كان بياخدها مع والده. وبيبدأوا العملية وبتبدأ روز تفتح بالمشرط الطحال وبيساعدها ليندون، وبيكون الدكتور جراهام مهموم جدا وبتقول له ليز يثق فيها، وده بيزيد اعجاب ليندون بيها اكتر وبتشكره روز على مساعدته. ووقت ما بيقوم علشان يمشي بتلاحظ روز انه تعبان وبتسأله عن الاعراض اللي عنده، بس هو بيسيبها وبيمشي ومش بيهتم باللي بتقوله اصلا. وبيكون الدكتور جراهام مع روز وبيشكرها على اللي عملته، وبتقاطعهم الممرضة وبتقول ان المدير عايزه في مكتبه علشان الجراحة بتاعت النهاردة. فبيروح جراهام للمدير وبياخد ليز معاه وبيقول لهم المدير انه موجود بخصوص العملية الجراحية اللي عملها جرام، وبيطلب منه يقول له تفاصيل العملية بالظبط وانه ممكن يدخل بيها التاريخ كمان. وبيسكت جراهام شوية وبيقول لهم انه مش هو اللي عمل العملية دي وان ليز هي اللي عملتها. وبيتصدموا الاتنين وبيقولوا للمدير ان المستحيل تكون هي اللي عملت العملية دي مجرد مبتدئة هنا. وليز بتأكد ان هي فعلا اللي عملت العملية، وبتبدأ تشرح لهم العملية عملتها ازاي بالتفصيل الممل وازاي اكتشفت اصلا حلها. وبيتصدموا اكتر من شرحها الدقيق للعملية، وبيعرض عليها دكتور الامبراطور فينت تروح تشتغل معاه في المستشفى اللي شغال فيها بدل ما تفضل هنا. وبتتفاجئ بطلبه لان دي مستشفى الامبراطور من اعظم واكبر المستشفيات في العالم، ولو راحت لهناك مستقبلها هيكون كويس جدا. بس المدير بيقول انها مش هينفع تخرج من المستشفى دي قبل ما تنجح في الامتحان بتاعها. فبيقول لهم جراهام انها ممكن تبدأ بامتحان الطب وهو اخر امتحان، وانها عبقرية جدا ورغم انها المفروض تبقى تلميذته لكنها اشطر منه بكتير. وبيتفقوا الاتنين جدا، وبيقول ان المدير نفسه ان جراهام عمره ما شكر في حد قبل كده ودايما شايف نفسه اشطر دكتور في المستشفى. فبيقول دكتور الامبراطور فينت ان الامتحان الاطباء ده محتاج موافقة من 3 دكاترة والتلاتة موجودين، يبقى هي تقدر تبدأ الامتحان على طول. فبيسأل المدير ليز لو جاهزة فعلا علشان تبدأ الامتحان، فبتأكد له ليز انها هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تعدي منه. وبيوافق المدير اخيرا وبيقول لها ان هو هيكتب لها رسالة توصية علشان تدخل الامتحان. وبتخرج ليز علشان تكمل شغلها في الجنينة وبتفتكر حياتها القديمة لما كانت في نفس الوقت ده بيخططوا انهم يعلنوا عن خطوبتها هي وليندون، وكانت مبسوطة جدا. ده طبعا بسبب انها اخيرا هتتجوز الشخص اللي بتحبه، لكن للأسف ما حبهاش وعاشت معاه حياة مأساوية انتهت بأبشع طريقة، وعلشان كده هي اختارت طريق تاني دلوقتي وفاضل لها خطوة واحدة بس وحلمها يكمل. فجأة بيروح لها ليندون لكن في هيئة مختلفة واسمه رون. بتستغرب ليز أول لما بتشوفه وبتسأل عن سبب وجوده، وبيرد عليها ليندون وبيقول لها ان هو كان معدي من هنا بس قال يجي يشوف الأوضاع، وبيرجع في كلامه وبيمشي تاني. لكن بتفهم ليز وبتوقفه وبتقوله ان هو اكيد جاي هنا علشان يكشف على نفسه، وزي ما قالت له اخر مرة بتاخده معاها علشان تكشف عليه. وبتبدأ تسأله اسئلة كتير عن الاعراض اللي بيحس بيها، وبيقول لندن لنفسه
ان مفيش ولا مستشفى راح ليها عرفوا يشخصوا حالته، وحتى في اكبر مستشفى في البلد كلها فمستحيل هي تقدر تشخص حالته يعني. وبتكمل ليز اسئله وبيتفاجئ رون انها قدرت تخمن كل الاعراض اللي بيحس بيها، وبتشخص حالته وبتقوله ان هو عنده شويه التهابات في المعده، وكمان بتكتب له على الادويه المناسبه والميعاد اللي هيجي فيه تاني. وبيستمر ليندن على العلاج والزيارات لمده 2 شهر كاملين، ومن الواضح انه بيعجبه الوضع جدا وبيروح لاخر استشاره ليه، وبيقول لها ان هو اتصدم من نتيجة العلاج وانه ما كانش متخيل ابدا ان هو هيبقى كويس بعد ما جرب كل العلاجات اللي الدكاترة التانيين كتبوها له. فبتقول له ليز ان فترة علاجه خلصت خلاص ومش هيضطر ان هو يجي هنا تاني. فبيتضايق ليندن جدا ان مفيش حجة تانية يشوفها بيها. هو بيرجع ليندن للمملكة لكن بيفضل يفكر فيها طول الوقت، وبعد كام يوم بيروح لها تاني وبيعمل نفسه كان معدي بالصدفة برضه، وبيساعدها في نقل المية وبيقرر كمان يساعدها في التنظيف. وبتقول له ليز ان من الواضح ان هو ما عندوش اي خبرة في التنظيف، وبتبدأ تعلمه كل حاجة، ازاي يمسك المساحة وينظف الارض كويس. بيستمتع ليندن بوقته جدا معاها رغم ان التنظيف بيكون متعب، وبتشكره ليز جدا ان هو ساعدها وبتكون مبسوطة جدا هي كمان. وبيرجع ليندن للمملكة وبيروح لكريس اخوها وبيسأله عن الشغل، بس ليندن ما بيقدرش يجاوب على السؤال، وبيغير الموضوع وبيسأله على اخته وايه الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي بتكرهها. فبيستغرب كريس وبيقوله انها بتحب الحلويات جدا وبالذات كيكة الفراولة والمانجا، وبتكره اللبن جدا. وبيقوله هو مكسوف وهو قصده على حاجات تانية والهدية اللي ممكن تبسطها فعلا. بيقوله كريس انها بتحب المجوهرات والحاجات اللي بتلمع. بيكون ليندن مستعد يجيب لها اي حاجة علشان يشوف ضحكتها تاني، وبيشتري لها خاتم حلو وقيم جدا وبيروح لها علشان يقدمه ليها بحجة ان هو بيشكرها علشان انقذت الحارس بتاعه. لكن بترفض ليز وبتقوله انها خدت مكافأة من المستشفى ومش هتقدر تقبل منه هدية زي دي. فبيقول لها ليندن ان هو لازم يجيب لها حاجة وبيخليها هي اللي تختار. فبتفكر ليز وبتقوله ان هو ممكن يعزمها على كيكة بالفراولة. فبيوافق ليندن على طول وبنروح للامبراطور وبيستدعي مدير المستشفى اللي فيها ليز وبيسأله عن البنت الجديدة اللي بتتدرب عندهم واسمها روز. فبيقول المدير انها بنت عبقرية وما شافش زيها قبل كده طول السنين اللي شغال فيها، وقرروا ان هم يعملوا امتحان الاطباء وخلاص هتبقى دكتورة رسمي. وبيقول الامبراطور ان اهم حاجة يعملوا اللي قال لهم عليه في الامتحان ويخلوه صعب جدا ومش اي دكتور يعرف تحله الا لو دكتور عبقري. وبيطلب منه الحارس فين يعلن خطوبتهم في يوم عيد ميلاده، بس الامبراطور بيقوله انها تراهن معاه. ففنت بيقوله انه عنده فكرة بخصوص الموضوع ده. وفي الاحتفال بينبهر الكل بجمال ليز، بس ليز كل اللي بتفكر فيه انها تروح للبيت وتدرس، وبتفتكر حياتها القديمة مع ليندن وازاي كانت صعبة مع انها كانت بتحبه جدا. وبتبص على ابوها وكل اللي في الحفلة، وبتيجي بنت اسمها تشايلد ودي البنت اللي كانت بتحب ليندن ونفسها تتجوزه، وبتدراهن مع ليز عليه. وبتفتكر ليز انها كانت بتعاملها وحش جدا وبتعمل فيها مقالب وبتعتذر منها، وبتستغرب تشايلد منها جدا. وبيحضر ليند ولي العهد وبيبقى بيبص على روز، وبتفتكر تشايلد انه اخيرا عبرها. وبتلاحظ روز انها تعبانه وبتقول لها تروح ترتاح، بس هي بترفض، وده طبعا علشان ما تسيبش الحفله. وبيبقى الكل بيبص على ليز وجمالها والكل بيعرض عليها انها ترقص معاه، بس بيتدخل ليندن وبيطلب من ليز انها ترقص معاه. وبتفتكر في الماضي لما كانت بتعاني منه وفجأة بيكون هيغمى على تشايلد وبتلحقها ليز وبيخليها ليندن ترتاح في اوضته، وده طبعا لحد لما يخلص الامبراطور الخطاب بتاعه. وبتفرح ليز جدا وبتطلب منه تستنى معاها وبيوافق. وبتيجي الخادمة وبتقول لها ان خطاب الامبراطور قرب ولازم يحضروا. وبتلاحظ ليز رجليها وبتعرف انها بتعاني من مرض اسمه برانكنسون، وده بيدمر الخلايا العصبية للجسم، وبتستنتج ان ممكن تموت بس مشاكل في جهازها التنفسي. وبتتكلم مع تشايلد وبيبقوا هما الاتنين مبسوطين وبيتصاحبوا على بعض. وفي وقت الاحتفال بيعلن الامبراطور عن خطيبة ابنه
لكن اللي هي بتكون لسه ما بلغتش سن الرشد، وهيستنى لحد لما تكمله ويخطبهم. وبتتصدم تشايلد بالخبر وليز كمان، وبتفتكر حياتها السابقة والكل بيقول لها تبطل جرايمها دي. وبيعزمها الامبراطور على الشاي، وبتسأله ليز عن النهان اللي بينهم، فبيقول لها انها هتكمل بس لو فشلت هتبقى الامبراطورة المستقبلية بتاعتهم. وبيقول لها الامبراطور انه بيعتبرها بنته وفرحان ليها، بس في نفس الوقت عايزها تتجوز ابنه، وده اللي خلاه يعلن عن خطوبتهم. وبيسألها عن رأيها، وبيقول لها الامبراطور ان البلد دي فيها دكاترة كتير بس هي الوحيدة اللي تقدر تكون الامبراطورة. وبتطلع ليز تاني للحفلة وبتبص على تشايلد، بس فجأة بيغمى على الخدامة وبينادوا على اي دكتور يساعدها، وبتقدر ليز تنقذها فعلا بعد ما بتعمل شق في رقبتها علشان تمرر الهواء. وبينبهر كل اللي موجودين باللي بيحصل، وبيروح الحارس وبيقول على اللي حصل وان الحادث ده هيزود شهرتها كدكتورة، وبيقترح عليه انهم يحبسوها في البيت لحد ما الامتحان ينتهي. فبيقول له الامبراطور انه ما ينفعش يعمل كده، فبيقول له الحارس انها قامت بالموضوع بسكينة الاكل، ولو تحروا عن الموضوع ده هيلاقوا اخطاء صغيرة يقدروا يعاقبوها بيها. اما في البيت بيلومها اخوها كريس انها عملت كده، وانهم قلقوا عليها جدا، والاول مرة اخوها الكبير مش متعصب منها، وبتفرح جدا. بس الامبراطور بيقرر ياخدها لبيت المساجين على ما يسمع رأي الدكاترة في اللي عملته، وبترجع تذاكر بس ما بتقدرش، وبتنام على المكتب وبتحلم بحياتها السابقة وازاي كانت قاسية، وبيشوفها رون وهي بتبكي وبيغطيها وبيتمنى ليها احلام سعيدة. وبيجي اخو ليندن اللي اسمه ميلو وبيرخم عليها شوية، وبتعرف ان اخو الملك بتقدم نفسها ليه، وبيستغرب مين ان كل ما يشوفها يحس انها حزينة، بس ليز بتأكد له انها مبسوطة بحياتها. وبيستدعي الامبراطور كل الدكاترة اللي بيمدحوا التصرف اللي ليز عملته، وانها اتصرفت صح، وكمان عملت تقرير بكل حاجة بالتفصيل، حتى الدكتور جراهام بيشكر فيها. وبيشكرهم الامبراطور وبيبلغ الحارس يطلع ليز من بيت المساجين. وفي الوقت ده بتكون ليز بتذاكر، وبيجي ميلو وبيقول لها انه زهقان ومش لاقي حد يسليه، وبيسألها تخلص امتى، فبتقوله انها لازم تذاكر طول اليوم، وبيبدأ يغريها بالحلويات اللي بتحبها. وبتفتكر ان في حياتها السابقة ما قدرتش تنقذه، وبتزعل وبيهزر ميل معاها، وبيسألها ان كانت بتكره اخوه، وده طبعا علشان هي عايزة تسيب المملكة وتشتغل كدكتورة. فبتفهمه ليز ان الموضوع مش كده، وهو بيحب يسافر بلاد كتير علشان بيبارز بالسيف، وده علشان حبه ليه. وبتقوله ان هي كمان بتحب شغلها وعايزة تكمل فيه، وبيوصلها للسرير وبيقول انه لو كان مكان اخوه كان هيهتم بيها اكتر من كده. وبعدها بيمشي، وبتصحى ليز من النوم وبيقول لها الحارس ان في حد جاي يزورها، وبتتفاجئ انه الدكتور جراهام، وبيتصدم علشان هو ما يعرفش اسمها الحقيقي ولا هي بنت مين حتى. وبتتفاجئ روز وما بتبقاش عارفة تتصرف ازاي، وطبعا ما فيش اي طريقة لازم وما فيهاش اي غلط. وبيقول لها انها المفروض تفرح ان هم اعلنوا براءتها وممكن تخرج من المكان ده في اي وقت. وبتبص ليز على جراهام وبتلاقيه باصص بعيد وشكله متضايق جدا منها. وبيعدي كام يوم وبترجع ليز للمستشفى مع جراهام، لكن بتلاقي طريقته متغيرة معاها، وبيعاملها بكل رسمية، وبتروح علشان تديله تقرير للعملية اللي خلصوها، وبيكون متضايق جدا. فبتسيبه ليز وبتخرج على طول، وبتكون حزينة جدا وبتروح لمكتبها الصغير، وبتلاقي هانز بيقول لها ان هو متحمس انه يشتغل معاها. فبتستغرب ليز وما بتفهمش كلامه، وبيقول لها هانز ان الدكتور جراهام خرج من المستشفى النهارده الصبح، وعلشان كده هي هتكون معاه في كل الفحوصات والكشوفات. وبيسيبها هانز تكمل شغلها، وبتقول ليز لنفسها انها كده هتضطر تستنى لبكره علشان تعتزل جراهام. وبتعدي الايام وبتفضل ليز مستنيه يرجع المستشفى كل يوم، لكنه ما بيجيش. وبتسأل هانز عليه، وهو بيقول لها ان هو خدها اجازة من الشغل كام يوم. وبيقول لها هانز ان الموضوع غريب جدا واول مرة اصلا يعمل كده، وحتى في اليوم اللي ساب فيه الشغل كان بيتصرف بطريقة غريبة وكأنه متضايق من حاجة. وبتتفاجئ ليز وبتتضايق جدا، وبتقول لنفسها انها اكيد ده كله بسببها، وما بتقدرش تستنى ان هو يرجع للمستشفى، وبتقرر انها تروح تزوره في بيته. وبتروح له وبتستقبلها المربية يود، وبتفضل ليز تتفرج على بيته، وبتلاقي عنده كمية كتب طبية كتيرة جدا، وبتكون عارفة معظمها وشافتهم اكتر من مرة. وبتقدم لها يود الشاي، وبتقول لها انها حاولت تخليه ينزل لكنه رفض تماما، وما كانش عايز يسيب اوضته وبقاله كام يوم
على الحد ده ومن ساعة ما أخد أجازة في المستشفى، فبتغير يدول الموضوع وبتسأل عنه وعن حالة في المستشفى لأنه للأسف ما بقاش يحكي لها حاجة زي الأول. فبتقول لها ليز إن كل في المستشفى بيحبوه جدا وبيعتمدوا عليه في كل كبيرة وصغيرة، وأي حد بيحتاج نصيحة بياخدها منه هو الأول. بتفرح يود جدا وبتقول لها إن هو زمان كانت حالته صعبة جدا وكان بيفضل يعيط كل يوم ما كانش بينام حتى. بتتفاجئ ليز وبتقول لنفسها إن اللي بيشوفه دلوقتي وبيتعامل معاه ما يقولش إن هو كان كده فعلا على الأرض، وبيقرروا ينقلوها على المستشفى. وفي طريقهم بتكشف ليز عليها وبتعرف على طول سبب اللي حصل لها والعملية اللي محتاجاها، وبيوصلوا المستشفى وبيقوم على طول وبيقول لها ان هو هيكتب هو التقارير. وبتستغرب ليز لكن لما بتسمع كلامه وهو بيكتب التقارير بيسألها عن سبب زيارتها ليه في البيت، فبتقوله انها كانت عايزة تعتذره على اللي حصل وان هو كان متعصب منها جدا وانها خافت هويتها الحقيقية عنه. وبيقول لها جراهام ان هو كان متضايق من خطها البشع وما كانش فاهم منه اي كلمة. وبتتفاجئ ليز وبتتكسف منه جدا وبيقول لها ان هو كان عايز يركز في البحث بتاعه كويس وعلشان كده خد له اجازه كام يوم، بس بتسكت شويه. وبيقول لها ان هي اللي خلته يعمل كده، ومن اول يوم جت فيه المستشفى وهي مخلياه يلف حوالين نفسه من كتر التفكير. وحتى لما حطها في اصعب مكان في المستشفى كان فاكر انها يومين وتهرب، لكنها اثبتت له العكس تماما وحولت المكان كله. وكمان فضلت الفتره دي كلها خافيه هويتها الحقيقيه علشان تحقق حلمها وتبقى دكتوره، وانه متفاجئ جدا بشطارتها وكمان بخبرتها، وانه هو نفسه بعد كل السنين اللي قضاها في دراسة الطب دي اكتشف ان خبرته جنبها قليلة جدا. وبيفتكر كل العمليات الصعبة اللي عملتها وبيقول لها ان هو بيحسدها على ذكائها لكن برضه بيحترمها جدا. وفي نفس الوقت بتسأله ليز ايه السبب اللي خلاه عايز يبقى دكتور، فبيرد عليها بحزن شديد وبيقول لها وهو بيفتكر حياته وهو صغير وانه كان عايش وسط اخواته وكانوا بيروحوا رحلات كتير سوا ويكتشفوا بلاد تانية، لكن جت فترة وانتشر مرض معدي ومؤذي جدا وكل عيلته اتصابوا بالمرض ده وماتوا كلهم، وهو الوحيد اللي ما اتصابش بالمرض وحتى ما قدرش يودعهم او يكون جنبهم في اخر ايامهم. والمربية يود هي اللي فضلت معاه وكانت بتربيه وبتعلمه كل حاجة. قرر ان هو يبقى دكتور ويعالج كل الامراض الخطيرة دي وينقذ الناس كلها. وبتتفاجئ ليز من حكايته وبتقوله ان هو شخص قوي جدا واستحمل حاجات صعبة كتيرة. وبعد كده ليز بتستأذن علشان تمشي وبيوصلها جرام لحد بره، وقبل ما تمشي بتطلب منه يرجع يناديها باسم روز تاني بدل السيدة ليز وانها مهما حصل هتفضل تلمسته. فبيوافق جراهام وبترجع ليز بيها وبتكون مرهقة جدا، وبيقابلها اخوها كريس وبيكون فرحان ومتحمس جدا ومستنيها من بدري. بيقولها ان هم هيكرموها وهتاخد وسام وردة الامبراطورية. فبتتفاجئ ليز من العملية بتاعتها اللي عملتها للست العجوزة واعترفوا بيها انها عملية عبقرية وقرروا انهم يكرموها. وبتفرح ليز جدا لكن بتكون قلقانة شوية، وبيدخل عليه هانز وبيتبسط ان هو رجع للمستشفى وبيروح له بقية الدكاترة وبياخدوا علشان يحكوا له كل اللي حصل في غيابه. وبيخرج جراهام والدكاترة وبتفضل يود تفتكر حياتها زمان وانها كانت معاه في كل مراحل حياته لحد ما اتخرج وبقى دكتور عبقري. وبنروح لتشايلد وبتكون في العربية بتاعتها والمطرة بتكون شديدة جدا والجو قالب خالص، وبتعرف خبر تكريم ليز بوسام وردة الامبراطورية وبتغير منها جدا لان ده يعتبر اول مرة في تاريخ الامبراطورية يقربوا بنت بوسام الوردة ده. وفجأة بتقف عربية وبتسمع صوت السواق بتاعها وبتقلق جدا وبتخرج على طول من العربية، واول حرك وبتجري عليه على طول وبتكشف عليه وبتعرف ان رجله اتكسرت وبتحاول تدور على اي حاجة معاها علشان تعالجه ولكن مش بتلاقي حاجة. بتديها تشايلد المظلة بتاعتها علشان تستخدمها وبتتردد ليز تاخدها منها وبتقولها انها كده هتتعب. فبتقولها تشايلد ان اهم حاجة يعالجوه وبعدين يبقوا يروحوا البيت ويبقوا يغيروا هدومهم. وبتاخد ليز منها المظلة وتربطها فعلا وبتعالجه وبتساعدها تشايلد في كل حاجة. وبيرجعوا البيت على طول وبتروح ليز معاها وبتشكر تشايلد انها انقذته وعالجته. وبتغطس ليز وبتقلق عليها تشايلد
وبتقول لها ليز انها كده كده هتروح دلوقتي وهتبقى كويسة بعد كده. وبتبص دي على الجو، بتلاقي المطرة لسه شديدة جدا، وبتعرض عليها تقضي اليوم معاها وتمشي بكرة. وبتقول لها ان ابوها واخوها مش في البيت النهاردة، يعني محدش هيزعجهم. وبتوافق ليز فعلا انها تبات معاها، وبتلبس لبسها كمان. وبتقول ليز لنفسها انها ما كانتش متخيلة ابدا انها هتبات في بيت عيلة تشايلد، خصوصا ان العيلتين متخانقين. وبتدخل عليها تشايلد وبتكون عاملة الشاي، وبتقعد ليز تشرب الشاي، وبيقعد الاتنين يتكلموا مع بعض. وبتقول لها تشايلد انها بتشرب الشاي بالطريقة دي من ساعة ما تعبت في الحفلة بتاعة الملك طبعا، ومن ساعة ما بدأت تشربه وهي اتحسنت كتير. وبتتفاجئ ليز انها تعرف عن المناعة كمان، وبتقول لها انت بتدرسي الطب انت كمان ولا ايه؟ بتسكت تشايلد شوية، وبتقول لها انها بدأت تدرس شوية في الطب لانها كانت غيرانة منها، ولانها تعرفت في المملكة كلها وكل الناس بيتكلموا عن قد ايه هي دكتورة عبقرية، وحتى عملوا ليها مجلات خاصة. وكمان حصولها على وسام وردة الامبراطورية كان انجاز كبير جدا. وبتقول لها انها دلوقتي وصلت لمكانة محدش من الدكاترة اللي في المملكة كلها قدر يوصل لها، وكل ده في وقت قصير جدا. وعلشان كده بدأت هي كمان تدرس الطب، يمكن تكون زيها في يوم من الأيام، وإنها عارفة إن الأمر هيكون صعب جدا، لكنها ما قدرتش تفضل ساكتة. وبتفتكر كمان يوم الحفلة لما أعلنوا عن خطوبتها على لندن، وبتقول لها ان من ساعة اليوم ده وهي قلبها مكسور. فبتتضايق ليز جدا وبتمسك نفسها وبتضحك تشايلد ضحكة حزينة، وبتقول لها انها عندها مهارات كتير جدا ومميزة لكنها ما عندهاش اي حاجة تميزها. فبتتكسف ليز جدا وبتغير الموضوع على طول، وبتقول لها تشايلد انها هتأمرهم بتجهيز الأوضة اللي هتنام فيها، وبتقوم على طول. وبيجي تاني يوم وبتقيس تشايلد حرارة ليز تاني، وبتكون لسه حرارتها مرتفعة، وبتقول لها ان الدكتور بتاعها على وصول علشان يكشف عليها هي كمان. وبتوافق ليز وبتشكرها على مساعدتها. وبتيجي واحدة من المربيات وبتبلغ تشايلد ان اخوها وصل البيت، وبتخرج تشايلد وبتروح لاخوها، وبيكون متضايق ان ليز في بيتهم وبيسأل ايه اللي حصل بالظبط. فبتقول له تشايلد ان العربية بتاعتها كانت هتخبط ليز، لكن الحمد لله ما حصلهاش حاجة. وبيطمن اخوها بيقول لها انها لو كان حصل لها حاجة كانت هتحصل لهم مشكلة كبيرة جدا، وكده كده العيلتين في مشاكل بينهم من غير اي حاجة. فبتقول له تشايلد انها ساعدتها كمان وعالجت السواق بتاعها لان رجله اتكسرت. وبيفهم اخوها اللي حصل، لكن بيقول لها انها لازم تخليها تمشي في اقرب وقت. وبتتضايق تشايلد وبتقول له ان ده بيعتمد على حالة ليز، وما ينفعش طبعا تخليها تمشي وهي لسه تعبانة، وده برضه هيعمل لهم مشاكل كتيرة. فبيرد عليها اخوها وبيقول لها ما تعمليش نفسك صاحبتها، انتوا الاتنين ما ينفعش ابدا تبقوا صحاب، وانها كمان شخص ما يعتمدش عليه. وبتخرج تشايلد وبتضحك على كلمته ان ليز ما يعتمدش عليها، وبتقول لنفسها ان شكلها كده ما يعرفش حقيقتها. وبترجع لليز وبيكون معاها الدكتور وبيكشف عليها، وبيقول لها انها عندها برد شديد جدا، وبيكتب لها على شوية ادوية تاخدها طبعا علشان تخف بسرعة. وبتسأله ليز على دانيال السواق، وبيقول لها الدكتور ان هو هيخف بعد شهر كده ولا حاجة، وانه كتب له على علاجات ودي هتساعده جدا يخف بسرعة. وبيمشي الدكتور، وبتفضل تشايلد قاعدة مع ليز وبتساعدها وبتسرح لها شعرها كمان، وبتعمل لها تسريحة جميلة جدا. وبتقول لها ليز انها ممتازة جدا في الحاجات بتاعة البنات دي. فبترد عليها تشايلد وبتقول لها ان اي حد ممكن يعمل كده عادي. وبتسكت ليز طبعا وبتتضايق شوية، وبتقول لها انها ما بتعرفش تعمل اي حاجة من الحاجات دي خالص. وبتخلص التسريحة وبتعجب ليز جدا بيها، وبتقول لها انها طلعت طيبة جدا مش زي ما كانت متخيلة. فبتتكسف تشايلد جدا، وبتقول لها ان اول مرة حد يقول لها انها طيبة، وان من وهي صغيرة كانت دايما عصبية جدا، وعلشان كده كل الناس كانوا فاكرينها الشريرة، وانها كمان كانت بتعاني منها ومن المقالب اللي بتعملها فيها، وعلشان كده كانت بتكرهها جدا. وبتزعل ليز وبتتضايق جدا من نفسها، وبتقول لها تشايلد ان دلوقتي الوضع مختلف تماما وبقت تحترمها جدا. وبنروح لاشخاص تانية غريبة اول مرة نشوفهم، بيكونوا مجتمعين علشان يتناقشوا في حكاية ليز وليندن طبعا. وبيقولوا ان ليز دلوقتي بقت مشهورة في المملكة كلها والناس كلها بتحبها، وده خلى الناس تختار الامير ليندن علشان يكون هو ولي العهد بدلا من ميل، وان
وان هما ما ينفعش يسمحوا بده يحصل، وان لو ليندن كسب الحكم مش هيعرفوا يكملوا شغلهم تاني. وبيكون ميل قاعد معاهم وبيقول لهم ان كده على الاقل التلاتة هيموتوا. لكن يا ترى ايه معنى كلامهم وليه مش عايزين ليندن يتولى الحكم؟ بنرجع تاني لليز وتشايلد وبيكونوا قاعدين سوا في الجنينة، وبتقدم لها تشايلد حلويات كتيرة من صنعها، وبتعجب ليز جدا وبتقول لها تشايلد ان هي اللي عاملاهم كلهم وانها ممكن تاخد شوية منهم. وبتقول لها ليز ان هي قالت لها امبارح انها بتغير منها علشان عندها مميزات كتيرة وهي لا. فبتقول لها ليز انها هي كمان زيها ومن هي صغيرة كانت دايما بتعاني من التنمر والوحدة، وعلشان كده قررت انها تكرس حياتها كلها في الحاجة الوحيدة اللي بتعرفها وهي الطب طبعا. وبتسكت تشايلد شوية وبتقول لها انها كانت انانية جدا معاها وحكمت عليها من قبل حتى ما تعرفها كويس. وبتقول لها ليز انها مبسوطة ان هم عرفوا بعض وبقوا صحاب بجد وبيفضلوا قاعدين سوا ويهزروا ويضحكوا، وبتوعدها ان في جوازها هي اللي هتسرح لها شعرها. وبترجع ليز لبيتها وبيقابلوها اخوها وابوها وبيكونوا قلقانين عليها جدا انها كانت طبعا في بيت تشايلد، وبيسأل ابوها لو حد عمل لها حاجة هناك. فبتقول له ليز ان هم عملوها كويس جدا واهتموا بيها، وان تشايلد فضلت معاها طول الوقت لحد ما بقت كويسة وخفت خالص. وكمان بقوا هما الاتنين صحاب جدا، واديتها كمان حلويات كتيرة كهدية وبتاكل منهم ليز قدامها. وبعد كده بنروح للأمير ليندن وبيكون معاه الحارس بتاعه وبيكون فاق من العملية وبقى كويس جدا. وبيقول ليندن ان اخيرا هيقدر يرجع الحارس بتاعه تاني، وبيقوله ان هو سمع ان هو راح تاني للقرية كتير وبيسأله لو كان لها اي حاجة. فبيسكت ليندن شوية وبيقوله ان الامر مش زي ما هو فاكر ومفيش اي حاجة. ومهما ما يقوله طبعا ان هو كان بيروح علشان يشوف ليز، وبيقوله الحارس ان هو ما ينفعش يفضل يستخدم قدرة التحول بتاعته وانه كده هيتعب جدا. وبيسكت ليندن وبيقول لنفسه ان هو فعلا لو فضل يستخدمها كتير كده هيجي يوم ومش هيقدر يستخدمها تاني. وبيدخل عليهم اخو ليز وبيتفاجئ ان الحارس فاق اخيرا وبيطمن عليه، وبيقول له الحارس ان كل ده في فضل اخته وهي اللي انقذت حياته. وبيسأله عليها وبيرد عليه وبيقول له انها تعبانه شويه الايام دي. فبيتفاجئ الحارس بس اخو ليز بيطمنه انه تعب بسيط بس مش اكتر. وبنروح لليز وبتكون قاعده بتذاكر من كتب كتيره جدا وبقالها فتره كبيره، وبيدخل عليها اخوها كريس وبيزعق لها وبياخد منها القلم اللي بتكتب بيه وبيقول لها انا حذرتك كام مره ما تذاكريش لساعات طويله كده. فبتقول له ليز ان امتحانها قرب ولازم تفضل مركزه، لكن بيرفض كريس يديها القلم وبيقول لها انها لازم تاخد اليوم اجازه. وبتضطر ليز تسمع كلامه وبتخرج فعلا من القصر وبتفضل تتمشى في الشوارع، وكل اللي بيكون شاغل تفكيرها هو الامتحان والمذاكره. وبتقول انها وعدت نفسها انها هتبقى دكتوره في حياتها الجديده ومش هتتخلى عن حلمها مهما حصل. وفجاه بتلاقي نفسها قدام المستشفى اللي بتشتغل فيها، وبيقابلها هانز وبيسألها ايه اللي جابها هنا علشان هي جاية في يوم اجازتها. وبتقوله ليز وهي متوترة انها كانت بتتمشى ولقت نفسها هنا، طبعا كل ده من غير ما تاخد بالها. وبيضحك هانز وبيقول لها تاخد بالها بعد كده وتشيل الشغل من دماغها شوية وتستمتع بالأجازة. وبتمشي ليز وبتقابل ليندن لكن بيكون متنكر في شكل السيد رون، وبتتفاعل معاه ليز اول ما بتشوفه. بيقول لها ليندن ان هو سمع انها تعبانه شويه وجي علشان يطمن عليها، وبتستغرب ليز ان هو عارف انها كانت تعبانه وبتقول له انها بقت كويسه دلوقتي وكمان النهارده يوم اجازتها وكانت بتتمشى شويه. وبيقول لها ان هو جه هنا علشان يشوفها وينفذ وعده ليها وبياخدها معاه. وبتستغرب ليز جدا لكن بتروح معاه وخلاص. وبيقول ليندن للسواق بتاعه ان هم يروحوا للكافيه، وبتتفاجئ ليز وبيكون ده اغلى كافيه موجود في المملكه والحلويات اللي فيه مفيش زيها. بتركب ليز معاه وبتفضل طول الطريق مستغربه وبتقول لنفسها انها حاسه انها تعرف رون من زمان جدا وانه ما كانش مجرد مريض بيتعالج عندها. وبيوصلوا للكافيه وبيجيب لها كل انواع الحلويات والكيكه اللي بتحبها وبتتبسط ليز جدا. وبيفضل ليندن يفكر في هديه كمان يجيبها لها تخليها مبسوطه، فبيفكر مين ممكن يفيده ويسأله. وبيقول لنفسه ان كريس اخوها ممكن يفيده لكن هما ملهمش كلام مع بعض واكيد رين مش هيستفاد منه بحاجة. وبتلاحظ ليز ان هو سرحان في افكاره
لكن بتفضل مركزة في الأكل، وبيخلصوا كل حاجة وبيخرجوا الاتنين، وبتشكره ليز جدا على الحلويات، وبيقولها ليندن ان هم اهم حاجة عندهم ان هو شافها مبسوطة، وبتتفاجئ ليز من رده ده، وبتفضل واقفة مكانها شوية، وبتلاقي متعلق على الحيطة صورة للمسرحية اللي بتحبها جدا ونفسها تشوفها، وبيلاحظ ليندن انها بتبص عليها، وبيقولها انهم يدخلوا يشوفوها سوا، وبتفرح ليز جدا، بس بتقوله انه مش مهم تشوفها ومش لازم يجبر نفسه ان هو يشوفها معاها، بس بيقطع ليندن كلامها وبيقولها ان هو كمان عايز يتفرج عليها، او بمعنى اصح يتفرج عليها معاها، وبيشتري ليهم تذكرتين، وبيروح لها ليندن بعد ما اشترى تذاكر وبيمد ايده علشان يدخلوا سوا، وبتحس ليز باحساس غريب وبتفتكر ليندن، وبتقول لنفسها ان هما الاتنين طريقتهم واحدة في كل حاجة، وطبعا ما بتكونش عارفة ان هما الاتنين نفس الشخص، وبيدخلوا الاتنين للمسرحية وبتستمتع بيها جدا، وما بيكونش ليندن مركز في اي حاجة ومركز معاها هي بس، وبيقول لنفسه ان هو بقاله كتير جدا ما حسش بالاحساس ده من ساعة اليوم المشؤوم والحادثة البشعة اللي حصلت له، وبيفضلوا يتفرجوا، لكن بتحصل حاجة غريبة، وبيكون في شمعة على المسرح وبتقع على الأرض وبتمسك النار في المسرح كله، وبتقوم ليز على طول وبيخرج كل اللي في المسرح، وبتقول لهم ليز يغطوا بقهم بمنديل وما يتنفسوش الدخان علشان ما حدش يحصل له حاجة، لكن مش بيصدقوا كلامها، وبيقولوا لها انت مين انت اصلا عشان تقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، وبيقولوا لبعض ان هما مش هيعملوا حاجة وهيستنوا فريق الانقاذ، بس بتقول لهم ليز ان هما لازم يهربوا من هنا في اسرع وقت، واللي هيتخنق من الدخان هيموت على طول، لكن محدش بيسمع كلامها، وبيروح لهم ليندن وبيزعق لهم، وبتنتبه ليز ليه، وبتقول لنفسها ان هو عنده نفس هيبة العيلة الملكية، وبيقول لهم ليندن المفروض يعملوا ايه بالظبط، وبيخافوا كلهم منه وبيسمعوا كلامه، وبيخرج الناس من المسرح، وبيقدر ليندن ان هو ينقذهم كلهم فعلا، وبيخرجوا الناس كلها وبيبقى فاضل هما الاتنين بس، وبيقول لها ليندن تسبق هي، لكن فجأة بينهار المبنى كله، وبتقدر ليز انها تنقذه وكمان تنقذ طفل كان في المكان، وبتيجي اخته وبتفرح انه ما حصلوش حاجه، وبيمشي ليندن وبيقول لها ان في حد من عيلتها هنا ولازم تروح معاه، وهو اخوها كريس، اللي بيلومها طبعا على اللي حصل، وكل ما تطلع من البيت بيحصل كارثه، وبتبقى ليز مبسوطه ان الكل بخير، وبنرجع لرون اللي بيطلع عمله من جيبه وبيقول انه مش هيعرف يستخدمها بعد كده، بس مبسوط وان المظهر اللي بتديهوله مجرد كذبة، وبيخاف ان ليز ما تضحكلوش تاني لو عرفت الحقيقة، وبتتكرم ليز بوسام الوردة قدام كل اللي موجودين، والكل بيكون مبسوط بيها وبيتمنوا ليها مستقبل باهر، وبيشرب الامبراطور معاها وبيلمح لها انه عاوز يلغي الرهان تاني، بس ليز بتقوله انها مش هينفع تفقد اعصابها لان امتحان الاطباء بعد يومين، وبتلاحظ ليز ان وشه لسه تعبان، وبتسأله اذا كان نام كويس، فبيقول لها الامبراطور تركز مع نفسها وبس، وبيجي ليندن وبيقدم لابوه مشروب، بس فجأة بيتعب الملك جدا وبيغمى عليه، وبتيجي ليز وبتلاحظ ان مفيش نبض، وبتضغط على قلبه لحد ما النبض بيرجع تاني، وبياخدوه للمستشفى وسط ذهول كل اللي موجودين، بيفكروا ان في حد حط السم في المشروب بتاعه، وبتراقب ليز حالته وبتخلي الممرضة تاخد بالها من ضغط الدم بتاعه كويس، وفعلا بيجتمع الجماعة دول مرة تانية وبيعرفوا ان الحصل ده بسبب مرضه المزمن، ومفيش اي دليل على وجود سم في المشروب، وبيفكروا انهم يلبسوا التهمة ليندن بتهمة قتل ابوه علشان ياخد الحكم، وبيستدعوه قدام المحكمة، وبيبقى الشخص اللي كان مع الجماعة هو قاضي البلد اصلا، وبينكر ليندن طبعا كل حاجة، بس محدش بيصدقه، وبيطلبوا منه انه يثبت براءته قبل بكرة بالكتير، وبينشروا في المملكة ان الملك اتسمم وليندن هو اللي عمل كده، وبيحجزوه في السجن، وده المكان اللي كانت ليز موجودة فيه قبل كده، واخيرا بيفوق الامبراطور وبيلاقي ليز قدامه وبيتراقب حالته مع الدكتور بتاعه، وبيتاكدوا ان ده مش سم ولا حاجه، بس لازم يعملوا فحوصات تانية، وبيطمنها جراهام انه كان كويس، بس هي لازم تروح ترتاح شويه، وبتقعد ليز مع نفسها وبتكون متضايقه بسبب انها مش قادره تنقذ حد عزيز عليها، وبتعرف ان ليندن مسجون بتهمه قتل ابوه، وبتروح تشوفه وبيسالها عن ابوه، فبتقوله انه لسه مش كويس، بس بيبقى ليندن متاكد
بتتأكد انهم بيعملوا اللي بيقدروا عليه، وبتواسيه ليز وبتمسك ايده وبتوعده ان ابوها هيكون كويس قريب، وبتمشي ليز. بس بتتفاجئ بالحارس بيقول لها ان الملك تعب تاني، وبيبقى ده فخ من جماعة النبلاء علشان يموتوها، وبتحاول ليز تهرب منهم وبتقول انها مش هتقدر تموت هنا تاني، وبتتفاجئ بواحد ماسك سيف وراه وهينزل عليها ويموتها. بس المفاجأة ان ميل بيجي وبينقذها، وبيبقى سمع كلامهم وعرف اللي بيخططوا ليه، وبيعتذر الحارس وبيقول انه عمل كده علشان المملكة وبيهجموا على ميل، بس بيقدر ينقذ ليز ويهزمهم كلهم، وبيحضنها ميل وبيوصلها للمملكة علشان تطمن على الامبراطور، وبتلاقيه تعب اكتر وبتؤمر الممرضين يدوله الدواء بتاعه. بس جراهام بيقول لها انه خلاص في لحظاته الاخيرة، وهي عملت كل اللي تقدر عليه. وبتفتكر ليز كل اللي حصل، وبتتأكد ان كان في سم في المشروب وسبب له جلطة، وبتقرر تعمل له عملية على مسؤوليتها، وبيوافق ليندن تعمل العملية، وبيبقى الكل مستني النتيجة. وفي الوقت ده بتكون ليز في أوضة العمليات وبتعمل العملية، بس ما بتلاقيش جلطة، وبيقرروا يقفلوا الجرح، بس بتلاقي حاجة غريبة قبل ما يقفلوا الجرح، زيادة في الغدة اللمفاوية، وبتستنتج انه عنده ورم خبيث. وبتطلع الشمس وبتشوف النبلاء من الشباك، وبتقول انهم مش هيتغيروا، وبتخرج للكل بعد كده وبتقول ان العملية نجحت بشكل كبير، وبيطلبوا الكل منها تنام شوية وترتاح. بس بيبقى الامتحان خلاص قرب، وبتجهز نفسها علشان تروح الامتحان، وبتطلع من البيت وبيوصلها السواق بتاعها. وفي الوقت ده بيكون ليندن معاها وبيشكرها على كل اللي عملته، وبيتمنى ليها النجاح، وبيفتكر كلامها لما كانوا في الجنينة وقالت له انها لازم تبقى دكتورة وتنقذ الناس لآخر نفس في حياتها. وبينادي ليندن عليها وبيقول لها انه زمان كان فاكر انهم مختلفين عن بعض، بس دلوقتي بيتمنى انهم يبقوا شبه بعض، وبيطلب منها انهم يروحوا الكافيه بعد الامتحان. وبيبدأ الامتحان وبيعلنوا النتيجة بعد كده، وبتبقى ليز كالعادة هي المتفوقة عليهم ب98 نقطة، والكل بينبهر بالدرجة دي، بس بينقصوها علشان خط ايديها مش علشان الاخطاء. وبيفوق الامبراطور وبيعرف من الحارس ان ليز نجحت في الامتحان باعلى درجة، وبتيجي ليز وبتطمن على الامبراطور، وبيعترف لها الملك ان هو كان غلطان لما كان عاوز يبعدها عن الطب، وبيسألها لو كانت ندمانة على حاجة، وبتفتكر حياتها السابقة وان الكل كان بيلومها على موت ابوها واخوها، بس بتفوق من كل ذكرياتها وبتقول ان كلنا بنغلط ومحدش معصوم من الغلط. وبيتكلم الملك عن رهانه مع ليز، وهي بتقوله انها هتنفذ كل اللي هو عاوزه، بس هتفضل دكتورة، وان نتائج الرهان لسه ما ظهرتش اصلا. وبتنبسط ليز بكل اللي صلحته في حياتها، وانها انقذت اكبر عدد من الناس وحققت هدفها. وبينتهي المسلسل على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بننزله. ودمتم بخير، يلا سلام.